صباح الخير. المفروض النهارده معانا حبيبه قلبي مقربه الى قلبي الجيل الامجراند، بس المفروض في حد كان بيصور معايا ما اعرفش راح فين. السلام عليكم. خد تعالى خد ايه؟ انت رايح فين؟ انا ماشي. انت بتتمشى في بيتكم؟ بدور على اي حد يكون معاه شيري تيجو 8 برو، شيري تيجو 7 برو، جي تور، اي حاجه اس يو في من مجموعه شيري دي عايز اصورها. وانت جاي تدور عليه في الصحراء؟ ما شفتش اي حد هنا؟ ما انت جاي تدور هو عليه في الناس الصحراء؟ كلها بتصور هنا، فانا قلت يمكن الاقي حد بيصور ما ولا فيش حاجه حد نصور. هنا معانا جيل مفيش. امجراند. انت معاك الجيل النهارده؟ وهتصورها معايا. انا؟ اه ما مش عامل حسابي. السلام عليكم. خد بس تعال خد. عايز خد ايه؟ خد ايه؟ هتصورها معايا. طب استنى الاول، كنت عايز اقول كلمتين دول للناس. هم بقول لكم ايه والنبي، لو حد معاه اي عربيه اس يو في من مجموعه جيلي، مجموعه شيري، جيلي ايه؟ مجموعه شيري. تمام، اي حد معاه عربيه اس يو في من مجموعه شيري يكلمني، وانا عايز اعمل لها ريفيو، انا عايز اجرب. او جي تور او سويس ما هي انا الشله دي آه. اي حاجه من الحاجات دي عايز اصورها والنبي. بس انا هنصور دي. يلا بينا. طب انزل بالتتر. طيب تعالى نبص على وش العربيه. ان العربيه، انت بتحب العربيات الاقتصاديه. انا بحبها. فانا هسيبك انت تتكلم عنها شويتين ثلاثه النهارده، لان انا مش مذاكرها قوي. بس خلي بالك العربيه شكلها مش اقتصادي خالص. ما عشان كده انا اللي هقول بقى الشكل، لان الشكل شكله حلو قوي. اتفضل. هتلاقي هنا الدي لايت شكله تحفه، متقسم كده 3 خطوط شكلهم حلو قوي. والاضاءه الليد، الاضاءه الاساسيه ليد والعالي ليد، فاضاءه العربيه اعتقد هتبقى حلوه قوي. وش العربيه في السيمبل، في الهادي منه خالص، مفيش طبعا حساسات قدام ومفيش كاميرا قدام. هتلاقي هنا علامه جيلي متسوده كده وشكلها حلو، وعليها حته ازاز كده شكلها جميل، والشبكه الكبيره شكلها تحفه لايق قوي على وش العربيه. وهتلاقي هنا السبليتر ده او الكساحه الاماميه شكلها تحفه برده، مع هنا كده حته نيكل جميله مع منظر كده، ما فيهاش طبعا شبوره اماميه. والاشاره ليد مكان الداي لايت. والاشاره ليد مكان الداي لايت. ايوه الحقني كده. ماشي. الكبوت في السيمبل منه خالص، كبوت هادي خالص. هتلاقي هنا تضليعه صغيره كده شكلها حلو، وهتلاقي هنا كمان تضليعه اكبر شويه. كبوت نازل على انسيابي خالص على الفوانيس. هتلاقي هنا كلمه جيلي شكلها لذيذ برده لطيف. طبعا فوق مفيش اي حاجه، مع بقى فتحه السقف بس. ماشي، تعال نشوف جنب العربيه بيقول ايه. اديها. تعالى لي بقى على جنب العربيه وريني. تعالى. بص هنا. هتلاقي الجنط ده مقاسه كام؟ مقاسه 255 17. شكله تحفه، تو تون طبعا، شكله حلو جميل ولايق على العربيه. الحلو بقى ايه بقى؟ العربيه كانت الفئه الاولى بتنزل طاسه 26، نزلوها نفس الجنط ده بس 16. بس احنا اللي معانا اعلى فئه، دي مش معانا دي لا دي توب لاين. هتلاقي هنا الشولدر لاين كده شكله حلو قوي، مكمل واخد العربيه من اولها لاخرها. وفي تحت خط كده برده انسيابي شكله حلو بتضليعه كده حلوه. هتلاقي هنا المرايه شكلها حلو قوي، فيها الاشاره. وهنا مقبض الباب فيه البصمه. ماشي. طبعا اللي ورا مفيش بصمه اكيد. وايه تاني ممكن نقول؟ المفروض الجزء ده نيكل برضو، هو معمول اسود. يعني العربيه، هو طبعا صاحب العربيه مسود كل حاجه فيها، عاملها بلاك اديشن خالص. منظرها تحفه بصراحه. المفروض دي مكمله لحد هنا كده نيكل، بس هو عاملها اسود، فلايقه مع العربيه مع الجو الاسود بتاع العربيه. بس وعندك بقى فتحه التانك، غطا التانك. شفت عندك غطا تانك هنا. ايه رايك فيه؟ تعالى بقى الاول حاجه نبص على ظهر العربيه كده. ماشي. اول حاجه طبعا المفتاح في جيبي، فهتلاقي الشنطه فتحت دلوقتي، مالناش دعوه بيها، ما تقربش منها قوي. ما يعني مش مهم. هتلاقي هنا 3 حساسات، ما انا لازم اقرب ما انا بشرح. ماشي. هتلاقي هنا 3 حساسات. ماشي. تمام. وفي الشريط النيكل ده في النص شكله حلو، وده ديفيوزر صغير كده، طبعا ما بيعملش حاجه بس شكله كويس. في حته نيكل هنا صاحب العربيه نسي يعملها. الشنطه فتحت لوحدها. تعال نشوف مساحه الشنطه. 500 لتر، مساحه جباره، عظم، واسعه جدا. حلو. تمام. بتفتح طبعا لما بتقف جنبها في جيبك، وبتفتح من الزرار من هنا، وبتفتح من جوه. عظمه زي مش عايز منها اكتر من كده. انت متاكد انها بتفتح من جوه؟ هو بيقول لي. ماشي. هتلاقي طبعا كلمه جيلي. ماشي. مش كاتبين اي حاجه تانية. هتلاقي غالبا هيبقى مكتوب وصاحب العربيه شايلها. غالبا يعني. هي مكان امجراند اهي ومتشال. مكان امجراند ومتشال. انا بقول لك غالبا هيبقى مكتوب وصاحب العربيه شايلها. اكتر حاجه هتلفت نظرك طبعا في ظهر العربيه، انت مستني الليد بورد. انا مستنيك تقولها. شكله تحفه. بينور وبيعمل اشكال وبيعمل انيميشن كده، والعربيه بتفتح والعربيه بتقفل، وفي شغل عالي بصراحه مصروف عليه. ده مش شكل عربيه اقتصاديه خالص خالص. بس والستوب الخلفي هنا، ودول عواكس. هننور طبعا ونشوف الانوار بتاعتها عامله ازاي. طبعا انت عندك هنا ده الليد العادي وانت ماشي، وده تقريبا الفرامل، والنور الابيض والاشاره، الريفرس والاشاره. وراها الاثنين هالوجين. طبعا الاثنين الليد والاشاره. الاشاره والريفرس هالوجين، انما الفرامل ليد. نطلع قدام نبص على الموتور، وبعدين ندخل جوه العربيه. يلا بينا.
يلا بينا. انت خلصت العربيه من بره، انت جاي بقى للقلب، جاي تدولي انا المره دي. ايوه القلب النابض، ماشي. او يعني عنده حساسيه بس مش مشكله دوس. المفروض العربيه 121 حصان. 121 وموتورها ايه؟ 120 بس. 121 جبت الواحد ده منين؟ من عندي. شات جي بي تي قال لي 20. ماشي، مالكش دعوه بشات جي بي تي، انا بديك ماشي. معلومات رسميه. طيب موتور العربيه 120 حصان، تمام، فتيس اوتوماتيك 6 سرعات. منين بقى؟ ايوه، من شركه ايه بقى؟ دي نقطه خلاف رهيبه. ناس بتقول فتيس ايسن ياباني، وناس أيوة. بتقول فتيس ايسن تكنولوجيا ياباني وتصنيع في الصين، وناس بتقول فتيس اوتوماتيك 6 سرعات عادي من بتاع جيلي. عندك معلومه ولا يقولوا لنا في الكومنتات؟ على حد علم انا، اللي سيلز التوكيل قال لي فتيس 6 سرعات. جيلي اللي مصنعاه بخبره ايسن، لان جيلي بتمتلك 40% من ايسن، فهو تصنيعه بالكامل صيني في الصين، بس شركه مصنع ايسن اللي في الصين. قولوا لنا بقى في الكومنتات المعلومه دي صحيحه ولا لا، واكدوا لنا المعلومات كده وتفاعلوا معانا شويه. ده كلام التوكيل نفسه، قولوا لنا. يعني ده كلام التوكيل نفسه، مش هنألف من ده بقى. طب انت قلت العربيه بتطلع 120 حصان كام نيوتن؟ 200 151. 200 ايه؟ 151. 200 ايه؟ 152 نيوتن. ليه زودت الواحد ليه؟ هو 151. هو 152. 120 ChatGPT قال لي حصان كده. 151 نيوتن. ماشي تمام. الموتور ام بي اي، حلو. مالتي بوينت انجكشن. العربيه بتلعب على حته الاعتماديه خالص صرف بقى، خالص. مفيش حاجه. الام بي اي، مواتير الام بي اي دي من سنه 1920. موتور ام بي اي عادي خالص، وفتيس اوتوماتيك تورك كونفرتر عادي خالص، والعربيه بس. بتلعب لك على الاعتماديه وتريح الدماغ. هي مدياك تستناش منها منظومه أكتر من حركه تعيش. والعربيه دي شغاله مع مناديب السعوديه والامارات والكلام ده كله، الناس واصله بيها 200,000 كيلو والعربيه ولا كده. طيب قلت لي بقى نظام التعليق ايه؟ ماكفيرسون وتورشن بيم. انت متوقع ايه في عربيه اقتصاديه؟ يعني هقول لك مالتي لينك ورا مثلا مثلا، حاجه اقتصاديه في الموضوع يعني مش اكيد تقفيل الموتور عامل ايه يا باشا؟ قول لي. في مصفحه، في مصفحه، في غطا للموتور. في مصفحه بس مفتوحه من تحت. يعني ايه مصفحه؟ مفتوحه من هنا، تعال بص عليها. من ورا، الجزء اللي ورا. مفتوحه من النص كده، تحت الموتور مفتوح. يعني هي مصفحه الا ربع، يعني ممكن تقول مصفحه الا ربع. العربيه تقفيلها مصري، اوتوموبيليتي طبعا، تعتبر من افضل المصانع اللي بتطلع عربيات تقفيل مصري. ايه رايك في مستوى التقفيل؟ كويس، مقبول، بس انا مضايقني حته الكنترول المفتوح خالص ده في الهواء كده، المفروض هو متقفل جوه علبه او حاجه. معظم العربيات الاقتصاديه بتلاقي كده، معظم. ماشي، والبطاريه متقفله كويس برضه، محطوط عليها. يعني هو مقفل البطاريه وسايب الكنترول؟ مش فاهم، ارحمونا بقى. مش فاهم انا اعمل له ايه طيب، وانا اللي مقفلها بس. الله. وبرضه في عزل هنا ايه حلو كده، جميله. لا تقفيل الكابوت حلو، في هنا عزل برضه جلد كده حلو عشان الصوت. مهتمين بتفاصيل برضو، والدي ان ايه بتاع فولفو باهت عليهم قوي. في هنا مشكله في البروتكشن ده، من الشركه ولا مننا؟ يا عم لا، ده من صاحب العربيه، هو السبب. ماشي، خلصنا الموتور. خلصنا الموتور. طيب الشاسيه بتاع العربيه دي المفروض ان هو بالشراكه مع فولفو، والمفروض ان هو نفس الشاسيه بتاع الكوري، مش متاكد بس المفروض ان هو يعني. طبعا الابعاد بقى هتتكتب قدامكم، الطول والعرض وقاعده العجلات والكلام ده هنكتبها. وتعالوا بقى ايه، ندخل جوه العربيه نشوف عمرو هيتزنق قبل ما ولا تخش هيعمل جوه إيه. العربيه، العربيه ارتفاعها قد ايه؟ هبقى اكتبه، مش عارف. بيقول لي العربيه وزنها طن 225، عربيه خفيفه. الباب دخلنا طبعا العربيه من جوه نشوف الخامات والكلام ده كله. بس قبل ما اقول اي حاجه، احنا بنتكلم في عربيه اقتصاديه، يعني فما تتوقعش حاجه واو. تمام، يعني ان يبقى ده كده سوفت تاتش، وده ايه ده؟ ده مش سوفت، ده حاط لي في النص سرقه ده. طيب يبقى ده اللي سوفت، هو الجزئين دول، الجزء ده بلاستيك ومن تحت ده كله بلاستيك. تمام. السوفت جودته كويسه، مش وحش، مش اظرف حاجه بس مش وحش برضو. ده بلاستيك، مقبض الباب بلاستيك برضو، بس معمول بطريقه شيك جدا، يعني ما يحسسكش بالرخص اللي هو فيه. العربيه فيها 4 ازاز اوتوماتيك، الاربعه اوتوماتيك. بذمتك مش بنجرب عربيات ب1.5 مليون ومفيش فيها الكلام ده؟ بص شوف المفتاح عامل ازاي، في تدوير عن بعد. نكمل العربيه جوه، نكمل، تعال. العربيه فيها مرايات ضم كهرباء طبعا، مرايتين كهرباء والمرايتين ضم. الساوند سيستم بتاعها هنجربه، بس ما تتوقعش ان هو هيطلع حاجه رهيبه يعني. في زرار فتح الشنطه من هنا، وده اللي بيعلي الاضاءه بتاعت الفوانيس الاماميه، بيرفعها وينزلها. وفتحه التكييف طبعا، والخامات تلف لي. العربيه اعلى فئه فيها كرسي واحد كهرباء، كرسي السواق. الكرسي التاني عادي منافله.
بنبص على العربية من جوه الطارة. المفروض ده مثبت السرعة، حاطط لك علامته بس، ولا تحت ست ولا فوق ريست ولا أي حاجة. أنت مع الخبرة هتبتدي تعرف دي الزراير دي بتعمل إيه. ودي زراير المولتي ميديا عادي بتاعت الشاشة. شاشة العدادات بتبقى واقفة على كده، بتجيب ضغط الكاوتش ودرجة حرارة الكاوتش، وعلى اليمين سرعة وعلى الشمال ار بي ام. والباب المفتوح طبعا. شمال حرارة، يمين بنزين. هو حاجة سيمبل خالص، ما بيشغلش دماغه في أي حاجة، يعني حاجة شكلها شيك ومن من غير ما يبهرج أوي. عجلة القيادة قلناها. هنا زرار البصمة، الانتظار، تحكم في التكييف من هنا، وفيها وضع أوتو، وزرار بتاع تدوير الهواء وتسخين الزجاج الأمامي والخلفي. نشوف بقى خامات التابلو، يعني المفروض دي أعلى فئة، وفي فرق كبير في الخامات بين أعلى فئة وأول فئة. المفروض ده كده سوفت، الجزء الأخير ده بلاستيك. تمام، يبقى ده سوفت وده برضو بلاستيك تحت. الجزء ده كده كله بلاستيك. شوف بقى تقفيل العربية والتزييقات. يعني هو مش افضل حاجه، بس تقفيل العربيه يعتبر كويس. يعني انا عربيه تقفيل مصري وعربيه اقتصاديه، فيعتبر الجزء ده بيطلع اصوات صعبه شويه. طبعا انا محسوب شويتين، فانت في الاستخدام مش هتحس بالكلام ده كله. هنا عصايه الفتيس، والغريب ان الجزء ده ما بينورش. يعني انت بتحرك العصايه وشايفه على الشاشه. الجزء بتاع البي والار والان والدي ده ما بينورش. العربيه فيها العربيه فيها هاند بريك كهرباء واوتو هولد، 2 كاب هولدر مساحتهم كويسه جدا. وايه ده، ممكن اشيل الكاب هولدر وتبقى كلها مساحه تخزين. جميل، حلو حلو. جيل افكارها حلوه برضو في البتوع. كراسي العربيه برضو الاختلاف الكبير بينها وبين الفئه الاولى. الفئه الاولى كراسيها ناشفه بطريقه تقطم الظهر، تحس انك قاعد على ايه، على الارض. ناشفه بطريقه غبيه. هنا الكراسي جودتها كويسه جدا، مع انهم من نفس الشركه برضو، بس هنا جوده الكراسي ممتازه. لا، قعده العربيه مريحه جدا. في اختلافات كبيره في العربيه دي بين الفئه الاولى والثانيه. يلا بينا على الشاشة. شاشة العربية أول حاجة المود من هنا، الإيكو، كومفورت، رحت فين، كومفورت وسبورت. ما بتعملش أي حاجة يعني. هي كلها التحكمات كلها من هنا. الريكومند فور يو بالبلوتوث والابل كار بلاي. هنا الابل كار بلاي وايرد مش وايرلس. من العيوب الرهيبة في العربية إن فتحة السقف ما بتتفتحش غير من الشاشة، منها الزرار. هو مش عيب، انت حاجة جديدة فهتاخد وقت على ما تتأقلم عليه. ايوه، بص بقى. شكلها حلو، شكلها حلو الصراحة. خلاص، اقفل. فيجل كنترول، ده الاي اس بي. طبعا العربية فيها اي بي اس، اي بي دي، واي اس بي، والتراكشن، وفرامل يد كهرباء، واوتو هولد. وطبعا فيها مساعد صعود المنحدرات. انا مش عارف ده بيعمل ايه، بس ما علينا. العربية في حدة رفع، لما بتقفل العربية المرايات بتقفل والازاز بيرفع اوتوماتيك. ايه تاني، نخش على الكراسي. ساوند، كولايزر. هنجرب نظام الصوت طبعا دلوقتي وهنقول لكم النتيجة واللغة. سيتنج سيستم انفورميشن، ده في مساحة تخزين، يبقى الشاشة دي اندرويد. في مساحة تخزين، الشاشة دي اندرويد. تمام. نخش على الابليكيشن. فون مالتي ميديا، العربية ما فيهاش اندرويد اوتو، ابل كار بلاي بس وايرد. وكيو دي لينك، ده زي حاجة سكرين ميرور كده. والتكييف حلو. العربية فيها تكييف اوتوماتيك. طيب انا كنت فاكر العربيه التكييف بتاعها دول زون، عشان جايب لي درجه حراره هنا ودرجه حراره هنا. بس العربيه لما برفع درجه الحراره الاثنين بيرفعوا، لما بنزل الاثنين بينزلوا. ومفيش زرار ان هو يفصل ده عن ده. العربيه زون واحده بس التكييف بتاعها اوتوماتيك. شاشه العربيه استجابتها حلوه. الاوبشن بتاعها معقول. تمام. شوف العربيه فيها اضاءه مفيش اضاءه في المرايه. طب في الناحيه التانيه، ولا الناحيه التانيه برضه ليد
ليد وشكلها جميل، ليد وشكلها جميل. ماشي. ومساحته كويسه، درج التابلو مساحته كويسه، اسمه درج التابلو، ما تقوليش جلافز بوكس. درج التابلو مساحته كويسه. ومساحه التخزين في الباب برضو هنا كويسه جدا برضو. الابواب الاماميه مساحه التخزين فيها ممتازه. تعالى نشوف العربيه من ورا. استنى اظبط الكرسي على قعدتي عشان انا عارف ان انا هتزنق ورا زنقه. انا بقى لربنا. يلا نخش نشوف مساحه العربيه جوه، وانا متاكد ان انا هتعفص في الحيطه. شايف الباب كده؟ معقوله، مش ضيقه ومش واسعه، بس هي مش عارف في ايه. يعني يا فاجر الام جي 7 ضيقه ودي معقوله؟ انت فاجر. الام جي 7 كرسيها كبير، كرسيها كبير، انا بتزنق ورا ما بعرفش احط ركبتي كده. اوسع من دي. يا راجل اقعد ساكت يا راجل، والله اوسع يا راجل اقعد ساكت يا راجل. والله اوسع يا ابني كرسيك كبير وضخم، انت قدامك مش حاسس. بس يا لما تبقى بكرش تعالى كلمني. تمام. مساحات العربيه من ورا يعني الى حد ما مش اوسع حاجه، بس يعني مش ضيقه. يعني بني ادم طبيعي يبقى قاعد مرتاح، انا لا. يعني هي اخرها واحد جنبي محمل برضو متين زي حالتي كده. معلش يا جماعه، انا بحب العربيه دي يعني ايه، وجهه نظري هتبقى مجروحه شويه. الحمد لله ان مايكك مقفول عشان صوتك ما يطلعش. العربيه مساحتها من ورا معقوله، مش واسعه ومش ضيقه. تعال نشوف فتحات التكييف اللي ورا. تعال تعال. العربيه فيها فتحتين تكييف خلفي، ومكان شحن يو اس بي، ومكان تخزين ياخد تليفون غويط ده كده شويه، ونفق الفتيس يكاد يكون يعني ايه شبه مش موجود، ارتفاعه تقريبا عقلة صباع. فاللي هيقعد في النص ده لو في مساحه ان هو يقعد في النص هيبقى يعني ايه قاعد مرتاح، بس ما اظنش ان هي تشيل 3 ورا خالص. وفي في نور في السقف هنا، في نور في السقف ليد اهو كمان. يعني حطيت لك اضاءه ورا ليد، انت عايز ايه تاني؟ في تكايه؟ فيش تكايه. انا ما فيش فيها تكايه، بس برضو فرقه قوي عن الفئه الاولى في الجوده بتاعه الكنبه، وفي جوده الكراسي وجوده الجلد. فرقه قوي 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 قوي. فعلا في فرق 100,000 جنيه، لازم يكون في فرق. شوف خامات الباب، تعالى لي. العربيه فيها 8 ايرباج. الفئه الاولى فيها 2 تقريبا او 4، 2. الفئه الاولى فيها 2. طبعا الخامات من ورا بتختلف من هنا من قدام لورا. هنا طبعا هناك كانت سوفت تاتش، ده هنا بلاستيك، وده هنا بلاستيك، ده هنا بلاستيك. الجزء ده الوحيد اللي سوفت. والازاز كله اوتو، احلى حاجه الازاز كله اوتو. والجزء ده بلاستيك طبعا. مساحه التخزين هنا معقوله، تشيل ازازه ومعها حاجه كمان جنبها. طيب انا قاعد، انا كده كده مزنوق عامه يعني. الباشمهندس احمد عزيز بيقول لي في جزء هنا ده مضايقه وهو بيركب العربيه وهو بينزل منها. انا كده كده متضايق وانا بركب وانا بنزل، فما حسيتش بازمه كبيره يعني. هو عشان سفيف شويه فبيقول لي في ازمه، انا كده كده حاسس بالازمه. مميزات العربيه برضو ان هي بتدور من الريموت. نقفلها مرتين. ايه رايك في العربيه؟ جميل. حلو على سعرها صح؟ حلو على سعرها. والمميز هنا الفتيس اوتوماتيك عادي. منظومه الاداء، الحركه عموما، الموتور والفتيس، انت بتتكلم في اعتماديه بحته. يعني من العربيات اللي هتمشي ال 200 وال 300 الف كيلو مش هتقول لك حاجه ان شاء خالص. الله. بس هي مش بتاعت اداء، يعني انت الثبات حلو مقبول، بس طبعا عفشه تورشن بيم، عربيه اقتصاديه على قد الموتور برضه. الموتور 120 حصان. الملفات والكلام ده بتقلق شويه. هي مش معموله لكده برضه، مش معموله لكده، وادائها اصلا يعني الاداء المتواضع بتاع الموتور مخليك برضه ان انت مش محتاج الثبات الاوفر بالظبط. فهي كما مع الموتور والفتيس مع نظام التعليق مظبوطين مع بعض. طب كعربيه بمليون جنيه ممكن نقارنها بمين؟ الام جي 5، ودي افضل منها بكتير، المنافس الصريح. ممكن افضل اوسع، وركوبتها احسن، وشكل افضل، وهتبقى اعتماديه اكتر برضه. عربيه احدث اجدد عشان فتيس كمان الام جي 5 مش حلو، مش احسن حاجه. تقارنها بايه تاني؟ المفروض الاريزو 6 جي تي، بس الاريزو لسه ما انتشرتش فمش هنقدر نحكم عليه. الاريزو تيربو،
اريزو توربو 145 حصان 145 حصان. بس هي طبعاً. نفس رينج الاسعار برضو، فروقات بسيطه. لسه عايزين نجرب الاريزو، لو حد معاه الاريزو يا جماعه والنبي يا ريت. 6 جي تي. 6 جي تي. ماشي. الثبات عامل ايه معاك؟ الثبات انا مجرب العربيه فوق ال10 مرات، فانا حافظ العربيه يعني، انا حافظها، ثباتها معقول. مقبول. معقول جدا يعني ما يضايقكش، والعربيه برضه ما بتجمعش سرعات عاليه بالظبط، بسهوله، فما فأنت تخوفكش. مش خايف من حاجه. على سرعات عاليه طبعا فوق ال 160 ولا 150 بقى بيبتدي يبان البادي رول، وبيبتدي يبان ان الثبات هي مش معموله ل 150 هي مش معموله لده اصلا. اول عربيه توديك شغلك وتجيبك، عربيه شيك شكلها حلو، اوبشنها العزل. ممتاز. العزل يعني مقبول كويس. مقبول مش وحش. مش مضايقني. سامع طبعا صوت هوا بره بس مش مضايقني. العزل مقبول. التكييف. التكييف يعتبر مش زي الياباني ومش زي الام جي 5، هو في النص. الشكل والاوبشن. الشكل والاوبشن اتكلمنا عليه العربيه ولا كلمه في الشكل. شكلها في تحفه. الشكل جباره بصراحه. والاوبشن دايما ما فيش حاجه ناقصاك. والاوبشن على سعرها برضو كويس جدا. مش نفس سعر. نعم، لا العربيه نعم. الجنط 17 كمان. الجنط 16 بتبقى انعم. هو الكاوتش بتاعها بس مش افضل حاجه. كنت عايز اجيب السرعه على 120، اشوف الار بي ام هيبقى كام. دي سرعه 120، ار بي ام 2.8. وهي كاتبه الاستهلاك 7 لتر لكل 100 كيلو، استهلاك كويس جدا، واحنا عمالين نجرب وندوس النهارده كمان، وصعب العربيه بيجري، فان مع ده كله الاستهلاك 7 ده ممتاز. طبعا قوي قوي قوي. بس خلي بالك ده تراكمي يعني، هو عمل له ريست من امتى؟ ماشي. ساوند سيستم كويس مقبول. مقبول. كويس قوي، ما فيهوش مشكله يعني. بس كده خلصنا التجربه بتاعت النهارده. قلناها كتير. معاكم عربيات، كلمونا ننزل نجربها معاكم، وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب والكلام الكتير ده كله محدش بيعمله. اسمها بتدخل تتفرج ومحدش بيعمل حاجه. محتاجين حد من ملاك سويست بسرعه، يكون معاه 6-7 عربيات بتوع سويست. حد كده معاه اي حاجه من مجموعه شيري اللي هي الكبيره، وبتوع الجيتور بقى، بتوع اي حاجه. عايزين نشوف الموضوع ده قوي. بس السلام عليكم. وطبعا شكرا لمالك العربيه. اكيد طبعا استاذ محمد، تعبناه معانا النهارده جامد. طبعا يعني. وكل مالك عربيه بيجي لنا بتحس ان انت كسبت اخ جديد. اكيد طبعا. يعني بس السلام عليكم.